ريحه حلوه، يلا بقى نغير شويه يعني. وصل لمكان كده شم ريحه حلوه، فبقول له يا اخي جبريل ما هذا المكان؟ قال له دي مصر. يا الله يا المصريين اللي ما انتوش عارفين قيمه الارض اللي انتوا عايشينها. قال له دي مصر، المكان ده قبر مرات، قبر الست اللي كانت بتمرشط بنت فرعون، مرشطت بنت فرعون وجثه وعيالها. قال له ايه حكايتهم دول؟ قال له الست دي كانت اللي بتسرح لبنت فرعون، الكوافير بتاعها يعني. ففي يوم وهي بتسرح للبيت المشط وقع منها، فوهي بتاخد المشط من الارض قالت بسم الله. فلما قالت بسم الله البنت بصت لها كده وقالت لها الله هذا ابي؟ قالت لها لا. ابوك مين؟ ربي وربك ورب ابوك. لا. قالت لها هنقول لابوي. قالت لها قول ايه؟ الله على الست لما تبقى صاحبة كلمة. خلي بالك بقى لما يبقى راجل وصاحب كلمة مسموعة فيما يرضي الله. مش أي حد يديله قرشين يقول اللي هو عايزه، يقول لك فلان ده بينباع. لكن فلان ده محدش يعرف يبيعه ولا يشتريه. أيوه بص يا ابني، أنت في إيدك تعز نفسك وفي إيدك تذل نفسك. وبيبقوا معروفين على فكرة. الإنسان المحترم بيبقى معروف، يقول لك فلان ديت لو هتسيف على رقبته يقول الحاج. فلان ديت اللي يديله قرشين يشهد معاه. ايوه في ناس كده، ربنا يكفينا شرهم يا رب. تخيلوا الست ديت لما تقول لها الله هذا ابي، قالت لها ابوك مين؟ ربي وربك ورب ابوك الله. قالت لها هنقول له. قالت لها قولي له قولي له. عارفين هي بتتكلم على مين؟ اللي بتقول لها مش مهم قولي له، ده بتتكلم على الوحيد على الكره الارضيه اللي لبس التاج وقال انا ربكم الله، وقال انا ربكم الاعلى. الوحيد على الكره الارضيه، ما جاش حد بمواصفات فرعون دي بعد كده. الوحيد اللي لبس التاج ودعا الناس لعبادته، قال انا ربكم الاعلى. تخيلوا واحد واصل ان هو قال انا ربكم الاعلى، بتقول له يعني ما تقولين السلام عليكم. عليكم السلام. احنا بنخاف نقول كلمه الحق قدام المدرس بتاعي، بخاف نقولها قدام ابوي، بخاف نقولها لما نطلب في شهاده. في ناس متلقحه في السجون بسبب ناس شافوا اللي حصل وقالوا لا ما ندخلش نفسه في مشاكل، اهو ده شايل وزره. ايوه شايل وزره. في ناس الحكم عليها احكام وانظلمت بسبب واحد شهاده زور، في حقوق ضاعت بسبب شهاده زور. اقسم بالله العظيم يا اولاد ربنا سبحانه وتعالى يا اولاد ما بيغفلش، لا ما بيغفلش، اسمه الحي القيوم. ان حكانا عن ناس لسه موجوده على الارض، لسه موجودين، ذريتهم بمعنى صح موجوده على الارض. هتقول له ذريته ذنبها ايه؟ ذريته اللي هو عرف وما كملش ورا ابوه، ما قالش ابويا غلطان نصلح انا، يبقى انت مطلوب منك تشيل الوزن. اقسم بالله لسه قافله معاه التليفون من شويه قال لي ده تاريخ يا حاجه وانت عارف. لما نقول له بروح شوف فلان عمل عمليتين كبار في شهر، قال لي ده تاريخ يا حاجه وانت عارف. انتوا عارفين ايه يا ولاد الحكايه دي؟ الراجل دي كان معاه 3 4 عيال سبحان الله العظيم، ومراته ماتت وعياله لسه صغيرين. عياله اتجوز واحده وجاب منها عيال ثانيين. العيال الثانيين اللي جابهم دولت بقت مرات الاب تتحكم في العيال، عيالها كبروا. خلي بالك اللي هم العيال بتوع الست اللي ماتت دولت عيال كبار، عيالها لسه صغيرين. فقالت له انت تعبان ما تكتب علشان خاطر نعرفه اللي لنا واللي علينا. قال لها طيب نكتب ايه يعني؟ نكتب ايه؟ وانت مش شورها وفي حق عيالك؟ جيت نكتب للعيال ده لهم دول لسه صغيرين لكن دولهم كبروا. كتب للعيال عيالها اللي هم لسه صغيرين اللي هم دلوقتي بقوا رجاله، واحدهم عنده 50 سنه دلوقتي. ايوه انا نعرفهم يا اولاد والله. كتب للعيال ديت اللي هي عيالها الصغيرين دول وساب الجماعه الكبار دول. جيت له دول كبروا بقى همهم زال بقى، ده هم لسه صغيرين وانت خلاص تعبان اهو وعجزت. راح كاتب لعيالهم وهي اقسم بالله يا ولاد قاعده ما تعرف تقوم من مكانها. ايوه ان ربك لبالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. سبحان الله العظيم يا ولاد. مش كده وبس، وكان قدام البيت حته
قد النادي بتاعنا كده، كانت ارض زراعيه، كان واحد غلبان كده جراطين بياكل فيهم، بيزرعهم فجل وجرجير وبياكل فيهم، لحد النهارده بيزرعوا فجل وجرجير، هم بقى اللي بيزرعوا يعني ما عمروش. فقال له انت قاعده كده قدام بيتي هنا، قال له بناكل عيش يا ابو الحاج في الحته دي بتاعته وانت عارف. قال له بنقول لك ايه ما تجيش هنا تاني. ما تجيش ازاي؟ بقى يروحوا يجي كل شويه يشتموا، كل شويه يضربوا ويكرشوا. فاخر مره سبحان الله العظيم بيقول لك الراجل هو عمال بيزق في الارض، راح رفسه بالرجل، راح جايبه على ظهره. قال له انا قلت لك ما تجيش هنا تاني، لو شفتك هنا تاني هخلص عليك. الراجل قام، الراجل اللي بيعمل في ارضه ديت وهو بيعاته قال له روح، خلي بالكم ربنا يفك شر دعوه المظلوم. قال له روح اله رجلك ما تندفن معاك. الراجل ده يا ولاد ما ماتش غير لما رجله انقطعت، رجله اندفنت قبل ما يموت بشهر عشان دعوه الرجل المظلوم ده. ما بقول لكم الناس ده انا اعرفه سبحان الله العظيم. مات الراجل ده وجم عياله وعرفوا الحكايه وعارفين الارض دي مش بتاعتي، وعارفين ان اخواتي دول ما خدوش حقوقهم اللي هم من الست الثانيه اللي هي مرات ابوهم اللي هي ابوهم جت عليه، وما فكروش فيهم لحد النهارده. الحته دي فاضيه وهم بيزرعوها فجل وجرجير، كل ما نشوفها نقول سبحانك يا رب. العيال يا اولاد تشوفوا حالتهم تصعد على الكافر. العيال اللي جايب له مش مهم دول همهم زاد، الله اكبر ما شاء الله لا قوه الا بالله. واحد فيهم قاعد في محافظه من المحافظات ما شاء الله لا قوه الا بالله وبقى له اسم معروف، والثاني سبحان الله العظيم سافر بره وعمل بيت وعلي، هم مش عارفين يعملوا اللي كتبت لهم الغيط والبيت وخدوا حق الغلبان. ما كان محلك سير وهي قاعده بمرض، ربنا يشفي كل مريض يا رب، قاعده بمرض ما تعرفش تسقي نفسها. ايوه ان ربك لبالمرصاد. خلي بالك يا ابني، خلي بالك الكلمه هنتحاسب عليها. الست المصريه دي الناشطه بتاعت بنت فرعون ما انكسفتش وما خفتش. في كلمه بنقول لك اهي اهلكت البيت كله. هتقول للعيال زنبهم ايه؟ العيال عرفوا ان ده مش حقهم وكلوه. المفروض ابويا ظلم في تقسيم الحقوق ونقطع الورق ونمشي بما يرضي الله، ما نقولش ابويا ويشيل ذنبه. ابويا وش هو نعم هيشيل ذنبه، بس مطلوب مني انا لو عايز نريح ابويا في قبره نصلح اللي ابويا كسره، نقول لا ابويا ظلم لكن ما نظلمهمش. وفي ناس عملت كده على فكره في البلد ده وربنا بارك لهم. الراجل كتب الارض والبيوت لهم وظلم البنات، كتب للرجال وظلم البنات. راح الولد الكبير الف رحمه عليه، راح ماسك الورق وجمع اخواته ليله ابوه ما مات قال لهم تعالوا ابويا كتب كذا وكذا وكذا اهو والورق اهو. الف رحمه عليه، الورق اهو. ودلوقتي نشوفوا انتوا لكم ايه ولنا ايه. وقسم بما يرضى الله، الله يبارك له في عياله. فعلا ربنا بارك له فيه، ليه؟ لانه ما جبرش الحرام. خلي بالك يا ابني. الست دي ما خافتش تقول، ما خافتش تقول يا ابني، قالت له ربي، وقالت لها ربي وربك ورب ابوك الله. قالت لها روح قولي اصل خلي بالك يا ابني انا لما ربنا يجيبني كده ويوقفني يوم موجود لرب العالمين ويقول لي يا ندى ما قلتوش الحاج ليه؟ طلبت في شهاده ما قلتوش الحاج ليه؟ نقول له والله كنت خايفه من عم محمد، يقول لي كنت خايفه منه؟ كان المفروض تخافوا مني انا. خذوه الى امه الهاويه، الحديث بيقول كده. لما يقف العبد بين يدي الملك سبحانه وتعالى ويعرفه بذنوبه ويقول له انت ما عملتش ليه؟ يقول له يا رب انا خفت. يقول له خفت منه؟ خفت انقطع اكل عيشك؟ خفت ترشك من البلد؟ كان المفروض تخاف مني انا، لانه قال عبدي لا تخشى من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد ابدا. عبدي لا تخشى من ضيق الرزق، قال فخزائني ملأى وخزائني لا تنفد ابدا. احنا لازم نثق في الكلام دي، مش مجرد كلام. الست الغلبانه اللي كانت بتشتغل خدامه عند بنت فرعون قلت لها ابوك مين؟ ربي وربك ورب ابوك الله. قلت لها قولي له. قالت لابوك. قال لهم هاتوه على بين على حصل لها حاجه ليه؟ جات الست ليه؟ سبحان الله العظيم. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قلت لك اله غيري. قالت لي ربي وربك الله. قال لها عقالي انت عارفه انا بتكلمي مين؟ اصحى العقل. انت عارفه انا ممكن نعمل ايه؟ قالت له عارفه.
قال لها يعني مش خايف ايه؟ قالت له هخاف من ايه؟ هي موته واحده، دي شغلانه يعني. بس لما نموت وربنا رضى عنا غير لما نموت وغضبان علينا. الله على الناس اللي كانت بتفهم. خلي بالك يا ابني، ما حدش هيقدر يمنع رزقك، ما حدش هيقدر يشيلك من مكانك، لان ربنا هو اللي بيؤتي الملك من يشاء وبينزع الملك ممن يشاء. سبحانه قال كده، قال يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ما فيش حد يقدر يعمل غيره. يعني لما نتقي الله سبحانه وتعالى قال وانا من يتقي الله قال يجعل الله، مش كده قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل الله مخرجا، مش كده قال ويرزقه. لازم نثق في الكلام، ما وثقناش في الكلام ده يبقى انت حر بقى، انت براحتك، هو حد هيحسب عليك؟ سبحان الله العظيم. يا ست يا غالي، قلت له ربي وربك الله. قال لها طب فكرت يوم واثنين، هي لسه زي ما انت، ده انت يعني متربيه في وسطنا يعني، مش عايز نضرك زي اللي انت عارفه ممكن نعمل ايه؟ قلت له ربي وربك الله، مفيش فايده يعني. قلت له ربي وربك الله. قال لها براحتك بقى، بما انك انت مش عايز تقتنع ان انا اله، براحتك بقى، انت اللي اخترت لنفسك. قلت له ربي وربك الله. سبحان الملك. جوب يا حبايبي، فرعون جاب الحاشيه بتاعته، عارفين البراميل اللي احنا بنخزن فيها، البراميل الصاج دي؟ جابوا البراميل دي وملوها زيت وولعوا تحتها، غلوا الزيت ما خلوا الزيت. بص انت عارف انت لما تبقى تجلي شويه بطاطس كده والبطاطسيه الزيت انحرق وتحدف البطاطسيه كده، فجاه تبص تلاقيها انحرقت وطلع على الوش. الزيت كان وصل للدرجه دي. بس ده هنحط فيه بني ادمين، مش هنحط فيه بطاطس. فراح جايب جثه وعيالها، وهي هتموتي هنا. قالت له رب وربك الله. الله يا رب ثبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. هتموتي هنا. قالت له رب وربك الله. راح واخد ابنها الكبير، قالت له رب وربك. راح حدف الولد، لسه ما صعبش عليك ابنك. قالت له رب وربك الله. مسك جثه، رب وربك الله. الولد الثاني رب وربك الله. البيت رب وربك، لحد ما اتفضل طفل بيرضع على ايديه. فلما جم ياخدوا الطفل انهزت. قال لها هي يا عودتي، هي خايفه على الغلبان الصغير ده. قالت له رب وربك. قال لهم هاتوه. فهم بياخدوه منها، شدته. فلما شدته انطق الله سبحانه وتعالى الولد. قال لها اثبتي يا ام، اوعى ترجعي في كلامك. وده من الاطفال اتكلمت في المال. اثبتي يا ام، كلها لحظات ونلتقي في الجنه. يا الله. راحوا واخدين منها الطفل، حدفوه، وقبل ما يشيلوا يحدفوها قال لهم يلا لقى هي روح انا بقى تحصل عيالها بجثه. سبحان الله. قالت له طب بس انا ليا يعني رجاء صغير كده يعني لو سمحت. قال لها قول. قالت له لما تحدفني مع عيالي تلم عظمنا كله وتحطه في قبر واحد. قال لها بس كده بسيط. هو ده القبر يا اولاد، او المكان اللي سيدنا عليه الصلاه والسلام في ليله الاسراء والمعراج شم فيه ريحه حلوه. مصر، الست المصريه. يا رب ارزقنا الامن والامان والسلامه والاسلام، اللهم امين. يا رب يا اولاد يجعل مصر الحبيبه في امن وامان، في سلم وسلام، ويرزق هذا الرجل الصالح الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللهم اجر على يديه الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشه كدا، اللهم اجعله قدوه حسنه، اللهم اجعله فخرا وذخرا للاسلام والمسلمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.